اللاعب الذي ذهب بدون وداع، طبعا بدون وداع. بالتالي الجماهير الملكية تردد قل لي لماذا اخترتني وأخذتني بيديك من بين الأنام، ومشيت بي ومشيت ثم تركتني. إن كنت يا ملح المدامع تركتني، فأقل ما يرث السكوت من الكلام هو أن تؤشر من بعيد بالسلام، أن تغلق الأبواب إن قررت ترحل في الظلام. ما ضر لو ودعتني يا رونالدو، ما ضر لو ودعتني ومنحتني فصل الختام، حتى أريح يدي من تقليب آخر صفحة من قصتي تلك التي يشتد أبيضها فيعميني إذا اشتد الظلام. حتى أنام يا رونالدو. نعم، هي حقيقة يجب على الكل أن يدركها وأن يعلمها جيدا، ولكن هذا هو الحال بالنسبة لكرة القدم. ريال مدريد سيبقى كبيرا، وكريستيانو رونالدو سيبقى أسطورة كبيرة جدا، شكلت وكتبت وصنعت جزء من تاريخ هذا الفريق الكبير، هذا الفريق الأسطوري الكبير. لكن هذا هو الحال، دوام الحال من المحال. ريال مدريد سيمضي، وكريستيانو سيمضي، وكرة القدم تمضي، وسجلاتها تمضي، وأيامها تمضي، وريال مدريد مقبل على الكثير من البطولات.